السلام عليكم أحبائي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قصة اليوم جبتها لكم من بلادنا وبالضبط من مدينة تطوان. إيوا أحبائي، نبداو القصة من الأول. اليوم غدا نعاود لكم على قصة ديال واحد جوج بنات، هما في الأصل بنات الخال، ولكن أكثر من الخواتات وأكثر من الصحابات، وساكنين حدا بعضياتهم، اللي هما نجاة وزهيرة، هما البطلات ديال هاد القصة. كتعرفوا بنات الشمال كي دايرين الزين والزعوريه والقرايه والذكاء، تبارك الله جمعوهم كاملين، وبالاخص صباح العينين ديالها زرقين. المهم، صباح وزهيره كبروا مجموعين وقراو مجموعين حتى وصلوا للثانوي وخداو البكالوريا مجموعين. وواحد النهار زهيره جا خطبها واحد السيد تاجر وميسور، ما خاصو خير، سميتو محمد. قبلات وداروا العرس وفرحوا بها وداها لدارو. ومن طبيعة الحال زهيرة حبست القراية ديالها وما كملاتش، لكن صباح كملات الدراسة ديالها وخدات الإجازة وجلست في الدار بحالها بحال العديد من الشباب العاطلين، كتقلب حتى هي على شي خديمة. بالرغم من أن زهيرة تزوجات وتبارك الله تزادوا عندها جوج بنيات، كما تفرقوا الصحابات ديما كيزوروا بعضياتهم وكيف ما كانوا من قبل. حتى راجل زهيرة كان عارف مدى الحب والصداقة والأخوة اللي بيناتهم، وعمره ما مانع لهاد الصداقة، وعمره ما منع مراته أنها ترافق مع صباح بنت خالها. وفين ما يعيط ليها كيلقاهم بجوج، يا اما في الدار يا اما خارجين تيتقداو اولا تيتساراو، ولا مهم ديما بجوج، بالاخص ان صباح ما خداماش دابا حاليا، لكن دوام الحال من المحال. في 2013 واحد النهار زهيرة غدق عليها جارتها وقالت لها سلام سلام كي دايره، لاباس عليك؟ مهم دارت معها الصواب، قالت لها عافاك، راه بغيت نهضر معاك فواحد الموضوع مهم، ولكن ماشي هنايا، بغيتك تجي لعندي للدار ونهضروا براحتنا. لها واخا. المهم دخلت زهيره لعند جارتها وقالت لها ياك لاباس مالكي؟ جاوبتها جارتها وقالت لها بغيت غير نعاود لك واحد الموضوع، ولكن ما بغيتكش تدخليني فيه، مهم انك تعرفي اشنو واقع من مورا ظهرك، وانت حلي المشكل بطريقتك بلا ما تبديني انا في الموضوع. قالت لها هيك لاباس، قولي شنو كاين. قالت لها انا عندي شكوك في واحد الحاجه وبغيتك تاكدين بنفسك قبل ما ديري اي خطوه، ولكن قبل ما نعاود لك اعطيني الامان. وهي تقول لها زهيره عليك امان الله، زعما غير هضري. قالت لها نجاة كتجيك من العائله؟ جاوبتها زهيره قالت لها ايه، بنت خالي وكثر من اختي وكثر من صاحبتي. سمعيني اخت زهيره اختي، انا غير حيت انتي عزيزه عليا وكنحترمك وما قدرتش نسكت على اللي كنشوفو كل نهار، وما بغيتكش تبقاي في دار غفلون، ما بغيتش تجبد المشاكل، ولكن اختي راه بزاف. قالت لها هضري شنو واقع؟ قالت لها منين كتخرجي كل صباح لاله مع راجلك فين كتمشيو؟ قالت لها راه كيوصلني كندوز عند ماما ونشوف بنياتي ومن بعد كنمشي للخدمه، وهو غير كيحطني وكيمشي لخدمته. للمعلومه للمعلومه زهيره حيت خدامه وما كتثقش في شي حد تخلي معاه بناتها، كتضطر انها تخلي بنياتها عند الام ديالها الاسبوع كامل تيبقاو عند جداتهم، حتى الويكاند اولا في العطل عاد كتجيبهم لعندها، ولكن يوميا كتمشي كتطلع عليهم وكتزورهم. المهم دابا نرجعوا لموضوعنا. قالت لها الجاره اللي واقع زهيره انه يوميا كل مره كتخرجوا الخدمه انت وراجلك كيوصلك وكيرجع من بعد ساعه او نص ساعه. جاوبتها زهيره شوفي راه يمكن عادي، يمكن تنسى شي حاجه او كيبغي يرتاح او لا، مهم ماشي زعما شي حاجه، حيت انت عارفه عنده اعمال حره كيمشي وقت ما بغى الخدمه، يعني ما مقيدش بالوقت. قالت لها لا ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو ان من بعد ما كيوصل بواحد نص ساعه تقريبا من موراها كتبعو صباح بنت خالك وكتبقى معاه النهار كامل حتى ل3 د العشيه، عاد كتمشي ومن موراها كيخرج هو باش كيمشي يجيبك انت من الخدمه. زهيره هاد الهضره ما بغاش تدخل ليها للراس وما قدراش تستوعبها، وقالت لها ما يمكنش هادشي اللي كتقوليه يكون صحيح. قالت لها الجاره طاحت وصبناها، اجي لعندي للدار وتشوفي بعينيك. وبالفعل لا غدا ليه خرجت زهيره مع راجلها كيف العاده، وصلها للدار عند الام ديالها وخلاته حتى مشى وخدات طاكسي صغير ورجعت للدار.
ودخلت لعند جارتها وتخبات، وبداو كيطلوا من سرجم بالتخبيه باش ما يشوفهم حد. واحد شويه وها محمد جاي ودخل الدار، ومن بعد تقريبا ساعه وهي تبان نجاة حتى هي جايه ودخلت للدار. ما فهمات والو زاهره. هنا تاكدت بالدليل ان الزوج ديالها محمد عنده علاقه غراميه مع بنت خالها وصديقه عمرها صباح. تصدمت بزاف، تلفات بها الدنيا، عمرها ما كانت كتظن انها تطعن في ظهرها، ومن عند من اعز واقرب الناس لها. المهم رجعات زهيرة الخدمة وداز موراها راجلها ومشاو للدار كأن شيئا لم يكن. واخا ان محمد حس بان مراته ماشي هي هذيك، متوترة ومهم ماشي في المود ديالها، وعيا ما يسولها تتقول ليه ما كاين والو، وهي ربي اللي عالم بها. وحاولت تبدل الهضره وبدات تحاول تجمع معاه وتسولو: امضرا كي دوزتي نهارك، كي دازت الامور في الخدمه، كاين شي جديد؟ وهو كيجاوبها بكل اريحيه: الحمد لله الامور مزيانه وبخير، ودرت صفقات جديده والحمد لله، كان وجهك وجه خير عليا. وهي كتشوف فيه وكتقول في خاطرها: عليك الكذاب الخائن. صافي ودخلوا للدار عادي. والنهار اللي موراه فاقوا كيف العاده، وجدت زهيره الفطور وفطروا. وقال لها محمد: يلاه زهيره سربي راسك راه تعطلنا. قالت له: لا غير سير بوحدك اليوم، انا عيانه وما قادراش نخدم، فيا شي حريق ودرني راسي بزاف وما قادراش نخدم. قال لها: صافي ارتاحي حبيبه. وعيط على نجاة تجي تونسك وتعاونك الا خاصك شي حاجات في الدار. جاوباتو زهيرة: ايه ضروري، ما غدا نعيط على نجاة تجي تجلس معايا، غير كون هاني. وبالفعل عيطت على نجاة وقالت لها: الا كنتي مساليه اجي لعندي تعاونيني وتونسيني، راني ما مشيتش للخدمه اليوم، راه حيت عيانه وما قادراش نخدم. قالت لها نجاة: واخا انا جايه لعندك، كوني هانيه. ومن بعد شويه وصلت نجاة للدار عند زهيره، ومنين دخلت لقاتها في الكوزينه وقالت لها: ياك مريضه سيري ترتاحي. جاوبتها: لا معليش، عافاك غسلي لي غير الماء وجمعي لي الكوزينه وانا غنمشي نجمع الصاله باش نجلسوا فيها. قالت لها: واخا اللي بغيتي. خرجت زاهره من الكوزينه ورجعت في الوقت اللي كانت فيه نجاة واقفه على لافابو، وجاتها من اللور وهي شدتها من شعرها وجرتها بالجهد اللي عطاها سيدي ربي، وخبطاتها خبطه وحده مع الارض. وبقوه الدقه اللي كلاتها نجاة على الارض، تخيلوا اشنو غادي يوقع. منين تخبطات مع الارض نجاة طاحت ليها العين، وحده من العينين ديالها تقريبا ودلات هكا، وجاها نزيف من نيفها ومن فمها ومن الودنين ديالها، وهي مصدومه من الدقه اللي خدات وما فاهمه والو. مباشره من بعد ما طاحت الارض هزات زهيره موس كبير وبدات كتضرب فيها في كل بلاصه حتى تاكدت بانها ماتت. من بعد هزات هذيك العين الزرقاء اللي طاحت يداتها بالموس وفتحات ليها كرشها وهزات الكبده ديالها وداتها الكوزينه ورجعت هي والعين، ورجعت للجثه وجمعاتها ودخلتها لواحد الدباره اللي متعرفش هي البلاصه اللي بحال تنقولوا بيت الخزين، وغسلات الدمايات اللي كانت في كل بلاصه بالمنظفات باش ما تبقى حتى حاجه باينه وما تبقاش الريحه. دخلت الكوزينه زهيره وغسلت الكبده مزيان وشرملاتها وطيباتها. يلاه كملت وهو راجل هذا محمد داخل، وهو يشم ريحه الطياب كتشهي، وبدا كيضحك معاها وقال لها: كيف بقيتي حبيبه؟ واش هاد الروايح اللي كتشهي من الباب شميتها من الزنقه؟ قالت ليه: اليوم صاوبت لك واحد الشهيوه غادي تاكل صبيعاتك موراها. قال لها: هي دابا نيت راني ميت بالجوع. قالت ليه: يلا. حطت الطبطيل وداتو للصاله وقالت ليه: عافاك جيب معك الخبز من الكوزينه والمناضه من الثلاجه. مشى للكوزينه هو يحل الثلاجه وشويه وهو يصدم على شي حاجه كتزلق. صافي وحنا راسو بغى يشوف شنو هو هادشي، لقاها واحد عين زرقاء. صدم من اللي شافو قدامه، هزها بكلينكس وتاكد وخداها وبدا يتاكد شنو هي. هو يلقاها بانها عين بشريه لونها زرق، دارها في كلينر في جيبو وشدها بجريه وحده وفلت بجلدو. ما حبس حتى الزنقه ونيشان عند البوليس. دخل عندهم وقال لهم: انا دخلت الكوزينه لقيت هاد العين طايحه في الارض، وانا شاك بان مراتي دارت شي جريمه ولا دارت شي مصيبه. قالوا ليه: تفضل. خداو الاقوال ديالو
وهزوه وداوه نيشان للدار، ولقاو زهيرة جالسة. عرفت بأن راجلها هرب، ولكن ما توقعتش بأنه غادي يمشي عند البوليس. شدوها وداروا لها المينوط وقالوا لها شكون اللي قتلتي، اشنو المصيبة درتي. جاوبات بأنها قتلت بنت خالها. وسولوها وفين درتيها، قالت لهم راه درتها في بيت الخزين. حلوا الباب ولقاو البنت مشوهه كلها بالموس، والعين ما كايناش في بلاصتها. وقالوا ليها علاش حليتي كرشها، قالت لهم جبت الكبده ديالها وطيبتها وكنت باغا نوكلها لراجلي، ولكن عاق بيا وهرب. محمد حمد الله انه فلت من الموت المحقق وكتب ليه عمر جديد. داوها الكوميساريه وبداو التحقيق معها، ومن بعد داوها المحكمه وحكم عليها القاضي بالمؤبد، وهي توقف قالت له انا ما بغيتش غير مؤبد واحد، انا بغيت جوج ديال المؤبد. وسولها القاضي قال لها انت قتلتي غير روح وحده، قالت ليه ايه، ولكن كنت باغا نقتل حتى محمد. كملات المحاكمه وداوها للحبس، وحكمات المحكمه لمحمد بالحضانه ديال بنيات ديالو بجوج. مشات ليام وجات ليام، وواحد النهار قررت زهيرة انها دير راسها بحال حمقى، وبدات كتغوت شويه وكتضرب اي واحد قرب ليها، وكتزدح اي حاجه جات حداها، حتى قالوا بانها صافي هاد السيده مسكينه بقوه صدمه راه حماقت، وخدوها لسبيطار الامراض العقليه. ولغت ليه مباشره، شدات الفرن ملي دخلت لعندها وهي تقتلها، وخدت لها حوايجها ولبساتهم ودبرات على الموس وهربات. وفين غادا تمشي في نظركم؟ ايه، مشات لدارها ودقات في الباب، وما غادي يحل ليها غير الصقع ديال محمد. تصدم ويبس في بلاصتو، وبقى حال فمو فيها، ما قدر لا يهضر لا والو. هي في البلاصه ما عطلاتوش، جبدات الموس هبطت ليه كرشو من الفوق حتى لتحت، وهو على وقفته طاح، وغير وصل الارض هبطت عليه بالضرب بالموس. فين ما تحطات يديها بالموس كتضربو. جمعوا الناس وعيطوا للبوليس وداوها للكوميساريه، ومن بعد داوها للمحكمه. ومره اخرى غادي توقف عند نفس القاضي بالصدفه. وقفات قدام القاضي وهي تقول ليه ياك سيد القاضي، انا قلت لك داك المره حكم عليا جوج ديال المؤبد ياك، وهذا الشيء اللي كنت باغا. منين كنت في الحبس بصح كنت مجنونه، لانني ما كملتش الانتقام ديالي، ولكن دابا انا مرتاحه وفي كل قوايا العقليه، بالرغم ان كاينه واحد الحاجه ندمت عليها، وهي انني قتلت الممرضه اللي ما عندها حتى شي ذنب، ولكن كان خاصني ضروري نخرج باي ثمن. محكم القاضي على زهيره بمؤبد تاني. ايوا مات محمد وماتت صباح، والبنيات ديالهم تيتموا مساكن. نظركم شكون كان السبب في المأساة ديال هاد الأسرة والفشاتات ديالها؟ واش الأب محمد اللي خان الزوجة ديالو، ولا صباح بنت خالها اللي طبعا حتى هي خانت العشرة والدم وطعنتها في الظهر، ولا زهيرة اللي كان عليها تحل المشكل ديالها بطريقة أخرى؟ نتمنى أنكم تجاوبوني في التعاليق وتعطوني رأيكم فضلا وليس أمرا. نتمنى أنكم ديروا إعجاب واشتراك القناة. أيوا حبايبي، هنا كتنتهي القصة ديال اليوم المحزنة. نتمنى أنني كنت موفقة في اختيار الموضوع ديالها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.